ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون عن هتكلم فيه عن نفسي شوية، يعني عن كم مشكلة أو كم حاجة بمر بيها حاليا النهاردة أو الفترة دي. أنا مخنوق جدا، قرفان، مش طايق أي حاجة. في مشاكل في البيت عندي، مش احتمال أصلا أسيبه. مش لاقي حتة أجر فيها حاليا. الماديات بتاعتي واقعة. أنا خلاص يعتبر بقيت أنا بالسالب. أنا حاليا بالسالب، مديون عادي. مشاكل في الشغل، قرف في الشغل، خسرت عميل اتنين بتاع. ف كنت قاعد زعلان كده وقرفان ومخنوق، مش طايق أي حاجة، قاعد مخنوق قرفان بقى. عارف لما تكون خلاص جايب آخرك وقاعد بقى عمال أقول كل ده عشان أنا بحلم، كل ده عشان نفسي أكبر، كل ده علشان نفسي أوصل لحلمي. أنا بسعى وبجتهد، طب ليه كده يا رب؟ يعني أنا بسعى وبعمل كل اللي عليا، بعمل يعني كل اللي في وسعي وفوق وسعي كمان، بدوس على نفسي. سهر، قلة نوم، تعب، بقيت مديون. حاجة خلاص على أي شاب، حاجة تخنق، جبت آخري. ف بص الصراحة، هو أنا مش هقول لك جه في دماغي قوي، على قد ما شفت فيديو لكابتن محمود الدرة برضه حفزني إن دي خطة ربنا، دي خطة ربنا. ودايما أنا همشي برضه بحاجة أنا مقتنع بيها، أستمتع بالمرحلة اللي أنا فيها. هستمتع وأنت بتطرد يا ابني من البيت، أقول لك دي مرحلة هتمر عليها في حياتي، وفجأة عدى عليا في يوم هيعدي عليا وأكون الحمد لله أنا وصلت وحققت هدفي بإذن الله. حاجة أفتكر، ياه، فاكر يعني على الوقت اللي أنا فيه دلوقتي ده. فاكر الوقت اللي أنت كنت فيه دلوقتي زمان، كنت مش لاقي مكان تبات فيه ولا لاقي مكان إيجار، ومش بقيت مديون، وكنت مديون، ومش يعني، والشركة بتقع ومشاكل معاك ونفسية تحت الأرض، نفسية تحت الأرض. أفضل بقى أفتكر كده وأقول يا سلام، نعم ربنا. نرجع لموضوع محمود الدرة. قال يعني دي حفزتني أكتر، دي خطة ربنا. يعني أنا ماشي على بلان، في دماغي بلان معين. يعني يمكن المكان ده لو قعدت فيه ما اوصلش للمستوى اللي انا عايز اوصله، ما اقدرش احقق فيه حلم، مفيش اي مشكله. الله هو اعلم، برضه يمكن شويه مشاكل بمر فيها كده عشان ربنا بيختبرني، ده اختبار من ربنا. يعني ممكن اروح في مكان تاني، المكان ده يكون احسن، يتفتح لي فيه باب شغل اصلا، يتفتح لي فيه باب شغل مثلا لمشروعي، شركتي تعدي. الله اعلم، متعرفش الدنيا فيها ايه، متعرفش خطه ربنا عامله ازاي. انا واثق في ربنا، انا واثق في ربنا اللي هو هيوديني في المكان الاحسن. ربنا دايما بيجيب الخير بس. ولو حد شايف بقى يقول لك ما ايه اللي انا فيه ده ومش عارف ايه، ده اختبار يا حبيبي. ربنا عمره ما يجيب شر، ده اختبار ربنا بيحطك فيه عشان عايز يوصلك للمكان اللي انت بتحلم بيه. ومحمود الدر لما عمل عمليه في ظهره، هو افتكر اللي هو كده خلاص جود باي لكمال اجسام. لا، هو ربنا كان بيختبره وخلاه يعمل عمليه علشان يوصل لمكانه احسن وفئه احسن. والله اعلم، يمكن لو كان ما عملوش حاجه، ما كانش حصل له مشكله في ظهره وفضل يضرب هرمونات، كان حصل له حاجه، كان عجز بقى خالص، فاهمني، مش هيقدر يتحرك، يمشي على كرسي، خلاص حلمه ضاع. بس لا، يمكن ربنا او ده بنسبه كبيره يعني خلاه يحصل له في الفتره دي مشكله في ظهره عشان يريح شويه، عشان مثلا ما كانش مثلا ايه، يدوس مثلا في كورس هرمون فيحصل له حاجه فيقعد على كرسي. نفس الفكره،
ربنا حاليا بيختبرني. المكان اللي انا كنت فيه ده مثلا لو نقلني في حته تانية بيوديني مكان احسن. انا مش بتكلم كاحسن كمنطقه ولا كان احسن كايه، بتكلم كحاجه هتقربني من حلمي، كحاجه ربنا بيستجيب لدعواتي. وعايز اقول لكم حاجه برضو. آه فكره انك لما تلاقي مثلا كده ربنا تقول له يا رب انا عايز ابقى مليونير، يا رب انا عايز ابقى حكيم، يا رب انا عايز ابقى بطل، ربنا بيستجيب لدعواتك. بس انت بتفهمش النقطه دي. طيب اقول لك ازاي. لو دعيت له ان انت مثلا تبقى مليونير غني، هخليك فقير الاول. هتقول لي ايه ده؟ هو انا دعيت بالعكس ولا ايه، ولا انت بتقول ايه؟ هقول لك ليه؟ عشان تتعلم ازاي تحافظ على الفلوس، تدرس يعني ايه فلوس، تتعلم يعني ايه فلوس، ما ترجعش للفقر تاني. ما انت معلش نفس الفكره بالظبط. الطفل لما يجي يحط صباعه في الفيشه مثلا، لو لو هو عارف ان دي فيها كهرباء وكانت كهرب قبل كده، خلاص هو اتعلم ان هو مش هيحط مثلا ايده في الفيشه ولا مسمار في الفيشه عشان ما يتكهربش تاني بعد كده. فنفس الفكره، انا بتكلم على الفكره عشان ما حدش يقول لي انت بتشبه ربنا بحاجه، يعني استغفر الله. ربنا بيحطك مثلا في الفقر عشان تتعلم من الفقر تطلع منه ازاي. ازاي اصلا ايه المشاكل اللي الفقراء بيواجهوها. بص هو خانقتي لحد دلوقتي مخنوق، بس انا واثق في ربنا. انا مش عارف اتكلم بس يعني خير. انا واثق في ربنا، انا واثق في ربنا ثقه كبيره. ربنا هيوفقني باذن الله طول ما انا واثق فيه. وانا بسعى وبعمل اللي عليا، ربنا عمره ما يخذلني طول ما انا واثق فيه ثقه عمياء. انا واثق في ربنا اللي هو باذن الله هيوصلني لمكان احسن، لحاجه تساعدني على حلمي اسرع. بس وده كان فيديو النهارده. ثق في حلمك، خليك دايس فيه. واهم حاجه اصلا انا اتلخبطت فيها ما قلتهاش الاول، ثق في ربك. ثق في ربك، خليك واثق في ربنا. ربنا بيختبرك. ربنا، انت ممكن تكون شايف ان المكان ده اللي انت اتحطيت فيه دلوقتي او الحاجه اللي بتحصل لك دلوقتي شايفها وحشه، بس انت متعرفش المستقبل فيه ايه، متعرفش الجاي ايه. ربنا عارف اللي جاي وبيسهل لك الامور وبيوصلك لحلمك.